لو انت مواطن مصري دلوقتي وقررت ان انت تروح تعيش في السودان عشان حصلت ازمه في البلد او حصل اي مشكله خلتك ان انت تروح تعيش في السودان. طيب اول ما تروح السودان اول حاجه هتدور عليها ان هو بيت تعيش فيه، سواء شقه او فيلا او استثمار تحطه سواء تجاري او اداري. طيب هتروح تسمع، انت مش فاهم المنطقه هناك عامله ازاي، فتسمع 20 و30 و50 عرض من اشخاص مختلفه، مش تعرف مين اللي عنده مصداقيه، مش تعرف مين اللي بيوجهك على الحاجه الصح، مش تعرف مين الشركات اللي فعلا عندها شركه اداره، شركه كبيره ليها سابقه اعمال، ليها استشاري هندسي قوي هيعمل لك صيانه بالشكل قريب من الشكل ده، عشان ده مكان من الاماكن الكومباوندز اللي موجوده في مصر. ازاي تبقى عارف ان كل الاحتياجات اللي انت بتدور عليها فعلا هتلاقيها في مكان صح، ازاي تشتري حاجه قيمه مقابل سعر، ففي الاخر هتبقى محتاج حد يوجهك صح. ده احنا بنوجهه لكل اخواننا في السودان، بنقول لهم ان باذن الله اداره فير بروكرز هتعمل لكم تحليل دقيق جدا، هتقول لكم ايه افضل الشركات اللي تقدر تحط فيها استثمارك، او لو بتدور على سكن سواء في اي مكان. في ناس كتير قوي بتتوجه، طب انا اشتري في مدينتي تبع طلعت مصطفى او الرحاب، او اشتري في التجمع، طب اشتري في العاصمه. هنقدر نقول لك بكل تحليل دقيق جدا ومرتب ايه افضل اختيار ليك. هنساعد كل اخواننا السودانيين ان هم ياخدوا افضل استثمار ليهم وافضل سكن ليهم باذن الله.